بص يا اسطى عبد التواب، غير الشغل البلدي ده كله، شيل لي القرش ده وافتح لي الاوضتين دول على الصاله. تعالى كده شويه والغي لي المطبخ خالص. ها، عايز اوفيس كده صغير عشان هقلبها هنا مكتب. انا مش معقول يعني اقعد في المحل الاقي اي حد عايز يقابلني يهل عليا. الا ما تيجي حاجتك ليه؟ مش انا قلت من الصبح تلمي حاجتك وتمشي بين الظهر؟ ايه البعيدة ايه؟ جبلة قاعدة بتعملي ايه في ملك غيرك؟ ايه؟ مش هسيب بيتي يا عبد العاطي، مش هسيب بيتي. نسيت اعرفك، الرجالة دي اللي هيرموكي بره. يلا يا رجالة ارموهم بره، لموا حاجاتهم وارموها لهم البلكونة. يلا هحبسك هقتلك يا عبد العاطي، مش هسيبك يا عبد العاطي، مش هسيبك يا عبد العاطي، مش هسيبك هقتلك. بص يا اسطى عبد التواب، عايزك تكسر لي الارضيات دي كلها وتمطرها لي. عايز اعملها بورسولين. هو منك ليه؟ انا هوريك يا عبد العاطي، هبلغ عليك وهحبسك يا عبد العاطي، وهاخد بيتي يا عبد العاطي. يا أمه اروح فين؟ طيب يا عبد العاطي تعمل كده في اختك؟ تفتكري يا فاتن انا قسيت على لبنى قوي ولا ممكن تنصفى وتقعدنا عندها؟ تعرف واحد اسمه ريجا مختار؟ ريجا؟ ريجا مين يا باشا؟ انا ما اعرفش حد اسمه ريجا. ريجا ده اسم ده باشا ولا ايه؟ لا ما اعرفش حد بالاسم ده. ريجة ايه يا باشا؟ بتاع ايه ريجة ده؟ انا مش فاهم. بس رجب بيقول ان انت اللي تعرفه. اصل ريجا لما اتمسك قال ان هو اللي عمل كده في اخلاص كابوري وقتل اسماعيل وناس تانية كتير. بسأل رجب قال ان مختار هو اللي مشغل ريجا ده. لا 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 يا باشا، لا انا ما اعرفوش ريجا ده. ورجب لو قال كده يبقى كذاب، يا اما انت بقى باشا بقى عايز توقعني. مختار اللي قال لي كده، قال لي ان رجب هو اللي مشغل ريجا وهو اللي خلاه يعمل كده في اخلاص كابوريا ويقتل اسماعيل. لا لا يا باشا، اختار ما قلتش كده خالص، الكلام ده مش حقيقي. رجب شكله كده بيلبسك الموضوع، شكله ظبط مع الواد اللي اسمه ريجا ده، لان ريجا غير اقواله. اول ما مسكناه كان بيقول مختار ورجب، دلوقتي بيقول مختار بس ومعرفش حاجه عن المعلم رجب. لو تعرف حاجه قول يا مختار، بدل ما تشيل الموضوع كله لوحدك وتقف هنا بطولك. يا باشا رجب هو اللي بيخليه يعمل كل ده. رجب ده ابن كلب كداب يا باشا، انا ماليش دعوه ولا عمري شفته اللي اسمه ريجا ده اساسا. رجب هو اللي بيعمل كل حاجه يا باشا والله. مختار ده كذاب يا باشا. مستني ايه من عيل ابوه اسمه حوجه؟ مختار هو اللي كان يعرف ريجا مش انا. افتكرت يا باشا، انا شفت الواد اللي اسمه ريجا ده مع مختار قبل كده، عيل شكله متسول كده وبدقن، ومختار هو اللي كان عنده مشاكل مع اسماعيل مش انا، عشان كده تلاقيه خلاه يقتله. لاني سالت مختار كذا مره على الواد اسماعيل لما لقيته بالظاهر، قال لي اصل انا مشيته، اتاريه قتله ابن الحرام واخلاص. ده ليه عمل معاه كده؟ عشان ينتقم من ايش لانه عرف ان ايش هي اللي بلغت، وهو كان بيحبها وانا عرفت. حتى اسال في المنطقه يا باشا هتلاقيني ضربه في الشارع علشانها، والناس كلها شاهده. باشا انا هقول على كل حاجه، بس انا مش هشيل شيله حد. انا مش هلبس لوحدي،
انا ومختار وفرج هنا في ايه؟ بأمارة فتح الله شاهين اللي خليته يخنقه في حمام السباحة. هقول على كل حاجه يا باشا. معلش يا رجاله شقيتكم معايا على الفاضي، بس اعمل ايه؟ كان لازم اكمل شغلي، ولو ان ريجا مسهله علينا والله، وكان مسجل لكم كل حاجه من يوم ما عرفكم. وانا مش هشيل لوحدي سيادتك، لا مؤاخذه يا معلمين. يحبس المتهمين كل من رجب حسين أحمد أبو العلا الجريتلي، فرج حسين أحمد أبو العلا الجريتلي، مختار محمود ربيع أبو سمرة، رجائي فهيم سعد الشهاوي الشهير بريجا، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنهم في القضية رقم 1234 جنايات العباسية لسنة 2025، ويراعى التجديد لهم في الميعاد القانوني أمام القاضي الجزئي. كنت وعدتك إنها مش هتموت غير وهي فرحانة. جيت أطمنك وأقولك إنها خفت وقامت بالسلامة، وبالمرة خد لها صورة حلوة ليكوا. بس كنت وعدها لا ألبسكوا البدل الزرقاء أو الحمراء، واديكوا أهو الله أكبر عليكم هتلبسوا الحمراء. وعايزة أطمنك عليا أنا كمان يا رجب، مش بس أمي اللي خفت، أنا كمان خفيت من حب تاجر مخدرات. وشكرا ان انت اللي ساعدتني لما حاولت تقتل امي. ضفر امي يا رجب يا جريتلي ب1000 حبيب، فما بالك لو كان الحبيب ده تاجر مخدرات ومالوش صاحب وقلاب. الله يرحمك يا رجب، ويوم اعدامك القلب مش هيرجف عليك، ولو حاول يعملها من ورايا هفكره واقول له اوعى تنسى ده اللي حاول يقتل امي.